5 شغلات اذا موجوده بمدرستك النقل من عندها بسرعه. لين راح تصير طالب كسولي وترسب. تعالوا نقول لكم شنو هاي الشغلات. اولا مدرسين المدرسه مو زينين وشرحهم ما يفهم، وانت ما معتمد عليهم ومعتمد لو على اليوتيوب لو على الخصوصي، فاذا هاي النقطه موجوده النقل من المدرسه باسرع وقت. ثانيا اذا المدرسه بعيده عليك همينه اتركها حتى لو كانت زينه، شوف لك وحده قريبه وزينه، لان الطريق اللي راح تضيع بيه وقتك راح ترجع تعبان وما تقدر تقرا. ثالثا اذا المدرسه ما بيها نظام، يعني بحيث تطب وتطلع بكيفك، تغيب شهر ما حد يسال عليك، وصلتوا الشهر الثاني ومدرس الاحياء ما ماخذكم ولا درس، هاي الامور كلها وبالاضافه الى انه غيابات ما حد يسجل، النقل من هالمدرسه باسرع وقت. رابعا اذا مدرستك بها هواي طلاب وكادر وصفوف قليلين وكل صف بيه 60 طالب، انت شو راح تفتهم؟ خامسا اذا المدرسه ما بيها طلاب شطار، يعني بهيج حاله مستواك راح ينزل، ماكو تنافس وروح تنافسيه بيناتكم، فاذا مدرستك هيجي النقل من هنا بسرعه. وبس ها هي، لا تنسون تتابعونا وانضموا لنا قناه تيم ساتشاتشا بالتليجرام، هاي صوره القناه، واي سؤال عندكم كتبوا لنا بالتعليقات، وان شاء الله كل التوفيق.